مساء الخير من مطبخ أم أمير على قناة يوميات فتر زائرية وأختها ترحب بكم دائما. اليوم إن شاء الله راح نحضر طاولة إفطار لوقوف عرفة. راح نبدأ بأول وجبة واللي هي الشوربة. هنايا حطيت في كوكوط، حطيت البصل المقطع، الزيت وجزر مقطع، حمص، وحطيت شوية شحمة. هذه الشوربة راح نحضرها بدون لحم. حطيت 2 أكياس من الجامبو، حطيت فلفل أسود، زنجبيل، كركم وفلفل أحمر وكروية وطماطم مصبرة وقزبر مقطع، وحطيتها فوق النار تتقلى. راح نقليها جيدا، يعني راح نقلي كلش مليح. من بعد نضيف الماء الساخن، يعني نضيف الماء حامي هكذا باش تجينا الأكلة يعني تجينا حلوة. نخلطوها مليح ونخلوها طيب. هنا راح نروح نحضر الفلو بذوقين، راح يجي هايل وبلونين مختلفين. هنا في كسرونة حطيت حليب، يعني 2 كيسان ونص هكذا، 2 مغارف تاع فلو بذوق الموز. خليتهم يطيبوا يعني حتى يغلوا، يعني نحضروا فلو عادي كما كتشوفوا. هنايا بعد ما غلا حطيته في هاد ليفيغين تاعي. انا هادو دائما ما نستغناش عليهم، هادو جبتهم من دارنا وكنت ناكل فيهم في دارنا، لهذا جبتهم حتى لداري وما نستغناش عليهم ابدا. دائما نحط فيهم وندير فيهم، يعجبوني. اذا كما قلت لكم راح نحط طبقه من الفلو بذوق الموز، راح نخليه بجيه. من بعد راح ناخذ كسرونه اخرى، راح نحط فيها كذلك 2 كيسان ونص تاع حليب، ونحط 3 ملاعق فلو بذوق الفراولة. راح نطيبهم بالطريقة الأولى كذلك، نخلطهم مليح. ومن بعد راح نروح نضيف هذا الفلو فوق الفلو الآخر، يعني الأول اللي كنا حضرناه. لهذا قلت لكم الفلو بلونين مختلفين وبذوقين، راح يجوا هايل صدقوني. من في الشكل راح تشوفوا كيفاش راح يجي بلونين، يعني راح يجي بلون الوردي واللون الأصفر. لهذا بلون، شوفوا كيفاش جا بذوق الفراولة والموز. وهنا راح نروح نحضر الكغاتا. هنا بعد ما طابت لي الشوربه كنت رميت الشوربه فيرميسان، وهنا كان عندي السلق كنت جبته، درت له شويه تاع الثوم وشويه تاع الجبن المبشور، ودرت له صلصة البيشاميل اللي تتباع، درت له شويه كمون وشويه تاع الملح، ما كثرتش بزاف لانه كما تعرفوا السبانخ مالحه. ودرت له شويه تاع فلفل اسود وقليته مليح كما راكم تشوفوا. من بعد ما قليت لي فخيت، درت طبقه من البطاطا المقليه. من بعد حطيت هذاك السلق. من بعد حطيت طبقه ثانيه من البطاطا المقليه بهذا الشكل. صدقوني هذا الكغاتين يجي هايل بزاف. وهنا راح نحط القليل من الجبن، وراح ناخذ 4 حبات من البيض، راح نحط عليهم شويه حليب وشويه فلفل اسود وشويه تاع الملح. ما نكتروش بزاف الملح باش ما يجيناش الكغاتين تاعنا مالح، لانه راح ندير الجبن المبشور. وكما قلت لكم السلق مالح، هو في الاصل السلق يجي مالح، لهذا ما نكتروش الملح باش ما يجيناش الكغاتين مالح. يعني ما تكتروش الملح من بعد تقولوا ام امير قالت لنا ديروا الملح. من بعد ندير، بعد ما حطينا الحليب والبيض، راح نحط الجبن المبشور وراح ندخلها للفرن نطيبوها من تحت. كي نشوفوا البيض نشف لنا من تحت، نشعلوا عليها من الفوق ونخلوها كذلك تنشف من الفوق وتحمر لنا، يعني يخرج لنا هذاك اللون الذهبي الرائع. وهنا يكون الكغاتات تاعنا جاهز. اذا حبيباتي راح تشوفوا معايا طاولة الافطار جاهزة ان شاء الله. اذا هنا بعد هيليكم بعد ما خرجت الكغاتا من الفرن، شوفوا كيفاش جا هايل وجا محمر مليح. يعني انا عندي كوشة صدقوني لو كان طبطو عليها غير شوية تحرق، يعني كل ما تأسيهاش خلاص كل شيء الماكلة تروح لك. اذا بعد ما قطعتها شوفوا كيفاش جا هايل.
وهذا هو الغاتا تاعنا لنهار اليوم. كما قلت لكم حضرت لكم اليوم وصفتين، شوربه وغاتا بدون لحوم، يعني الشوربه ما درتهاش باللحم، والغاتا كذلك بدون لحم. وصدقوني الماكله جات بنينه 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 كما عودتكم دائما بلا اللحم الطيب. اذا حبيباتي ما بقى لي الان غير نودعكم ونقول لكم صحه فطوركم، تبقاو على خير وتهلاو في روحتكم الى فيديو جديده ان شاء الله بحول الله تعالى. ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا بجرس ليصلكم ما جديد. تحياتي لكم، مع الف سلامه، الى الملتقى ان شاء الله.